مستر بيست اليوتيوبر الامريكي الشهير اعلن ان هو هيأجر الاهرامات لمدة 100 ساعة. الحقيقة ان تصريحات مستر بيست عن تأجير الاهرامات اثارت الكثير من الجدل، وخصوصا ان هو قال ان هو هيأجر الاهرامات الثلاثة. تخيلوا، مستر بيست كان عمل بودكاست قريب وقال ان هو هيأجر فيه الاهرامات الثلاثة لمدة 100 ساعة، وان هو هيستكشف فيهم الغرف السرية وهيخش بقى وهينام براحته وهيبرطع، يعني بمعنى اصح جوه الاهرامات. هو حتى بنفسه قال في البودكاست سوف ننام داخل الاهرامات على مسؤوليتنا. طب هل ده يعقل؟ ولما اتسأل ازاي اخذ التصريحات دي قال ان هو اخذها عن طريق الحكومة المصرية. كلامه كان بمنتهى الثقة، وان هو بيتكلم بقى يعني الراجل مالي ايده بمعنى اصح، والموضوع مش مجرد فقاعة اعلامية هو بيعملها كده بس علشان ترويجا يعني للفيديوهات الجديدة اللي هو هيعملها. لا، ده الموضوع فعلا منتشر عالميا ان هو فعلا اجر 100 ساعة عند الاهرامات. الفكرة بس في الصياغة اللي هو قال بيها الكلام، هل الكلام اللي هو قاله ده حقيقي ولا هو صاغه بطريقة معينة علشان يعمل ضجة؟ يعني هو بيقول لك ان احنا اخدنا الاهرامات الثلاثه، هل الكلام ده حقيقي؟ هل يعقل ان حد كده بيجي يأجر الاهرامات على بعضها لمده 100 ساعه، يعني حوالي 4 ايام، ومحدش تاني يخشها غيره، يقول لك هننام جواها وهنستكشف مقابر سريه؟ ويعني ايه الكلام ده؟ هل ده يعقل بجد؟ المفروض ان وزاره السياحه نفت الكلام ده، لكن وايه اللي يخليه يتكلم بمنتهى الثقه كده ويقول لك ان احنا تعاوننا مع الحكومه المصريه وان احنا اجرنا الاهرامات الثلاثه لمده 100 ساعه؟ والكلام اللي هو قاله ده جاب الثقه دي منين؟ عارفه ان هيتقال ان ده ترويج للسياحه وان هي دعايه مجانيه يعني بالمليارات عن السياحه في مصر، لكن انا شايفه ان الطريقه اللي تم الاعلان بيها عن الموضوع طريقه مش حلوه. المفروض على حسب كلام وزاره السياحه وكلام زي حواس ان هو انتهى فعلا من تصوير الفيلم بتاعه اللي هو كان 100 ساعه، بس ساعات تصويره كانت في غير اوقات ساعات العمل الرسميه. هو بقى حرف الكلام وقال ان هو بات في الاهرامات، الله اعلم ايه اللي حصل، ان هو قال الكلام بتاعه يعني بطريقه كانه قال التصريحات بتاعته بطريقه مخالفه تماما للواقع. الفكره بقى في المخرجات اللي هتخرج من الفيلم بتاعه ده، المعلومات اللي هو هيطلعها نتيجه التصوير ده هتكون معلومات ايه؟ لان هو في البودكاست بتاعه قال انا اتوقع ظهور اشباح وما الى ذلك يعني في الاهرامات وحاجات زي كده. هل هو بقى هيروج خرافات وخزعبلات وحاجات غير حقيقيه عن الحضاره المصريه؟ هل هيقول لك في كائنات فضائيه؟ هي دي الفكره، المخرجات اللي هتخرج من التصوير بتاعه من الفيلم اللي هيعمله. لان واحد زي ده مش هيكون مهتم كده بالاهرامات من باب للطاق، الاهرامات مش محتاجه اصلا حد يروج لها. الفكره هو عايز يوصل للعالم ايه عن الاهرامات، واحنا عارفين كويس جدا مين اللي عينه على الاهرامات. الفكره ان المعلومات اللي هيقولها دي مش هيكون في رقابه عليها، لان هو خلاص هيقولها في امريكا، مش هيكون عندنا هنا في مصر، ولا هيكون في سلطه عندنا هنا ان احنا نراجعه او ان يتم مراجعته او مغالطته حتى لو هو قال معلومات مزيفه عن الحضاره المصريه القديمه عن الاهرامات. احنا عارفين كويس جدا الاهرامات مش مقابر، وان ليها استخدامات تكنولوجيه، وان حتى الهرم الكبير اللي هو الهرم الاكبر ده حتى ما يعرفش مين اللي بناه، لان هو مبني في حقبه قديمه جدا، يعني ممكن ترجع لحوالي 10000 عام، مش زي ما اتقال لنا كده ان هو هرم خوفو. فالاهرامات فيها اسرار كتيره جدا، وما تمش اكتشاف جميع الغرف اللي فيها اصلا، وفيها غرف وممرات سريه لسه لم يتم اكتشافها الى الان. فانا بصراحه ما اعتقدش ان الزياره بتاعته دي، حتى لو هيكون ليها جانب ايجابي اللي هو ترويج للسياحه وما الى ذلك، لكن انا ما اعتقدش ان الزياره دي هتكون بريئه ابدا، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنه والوضع المحيط بينا في المنطقه. وخلي بالكم قبل كده ان ايلون ماسك كان ليه تصريح ان اللي بنى الاهرامات هم الالينز او الكائنات الفضائيه. فالسؤال ليكم بقى، هل تفتكروا المعلومات اللي هيقولها مستر بيست عن الاهرامات وعن الحضاره المصريه القديمه هتكون معلومات حقيقيه، ولا هيقول معلومات على مزاجه هو لصالح جهات معينه؟